بلغة القرآن لغة أهل الجنة نقرأكم السلام وبكل مشاعر الود والمحبة والاحترام لكل متابعي ومشتركي قناتي وفيديوهاتي الكرام الأفاضل في فيديو جديد متجدد كالعادة على قناتنا المتنوعة أخبار المستديرة مع حبيب، نسلط فيه الضوء هذه المرة على نهائي كأس إفريقيا الذي شهد أكبر فضيحة في القرن، فضيحة في العالم، نهائي الرباط الذي دق المسمار الأخير في نعش الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف، الذي صار مستنقعا حقيقيا للفساد والفاسدين، والقضية التي رفعها الاتحاد السنغالي بعد محاولة بائسة قذرة وفاشلة من قبل الكاف والأقجع لسحب اللقب القاري من أسود الترنجا ومنحها لمنتخب عجز طيلة 50 سنة الماضية من الحصول على هذه الكأس بعد قرار لجنة الاستئناف في الكاف. أسود الترنجا التي اصطادت الغزلان المهذبة المغربية على أرضية ملعب الرباط ها هم الآن بملف ثقيل وكبير على مستوى المحكمة الدولية الرياضياتاس، والتي خرجت بقرار على الجامعة المغربية فرضت بتقديم كل الأدلة الحجج والبراهين قبل يوم 7 مايو 2026 الماضي. وحسب آخر الأصداء والمصادر من داخل المحكمة الرياضية وكل التقارير فقد تم تثبيت رسميا لقب كان 2026 لصالح أسود الترنجا الأسود الإفريقية السنغال لغياب حجج وأدلة وبراهين من قبل الجامعة المغربية، إضافة إلى تقرير الحكم وعدم وجود واكتمال أركان انسحاب رياضي على أرضية الملعب. كل شيء كان ضد المغرب، ملف المغرب كان فارغا وفقيرا كالعادة، وهو مما ساهم في حسم القضية بكل سهولة لصالح الاتحاد السنغالي، والسنغال رسميا يدخل التاريخ بفوزه بكأس إفريقيا داخل الملعب وخارجه، ومرة أخرى ضربة موجعة وسم يتجرعه الأقجع والقائمون على الجامعة الملكية المغربية. أسود الترنجا قميصهم سيرصع رسميا بنجمتين وسيلعبون كأس العالم القادمة بالولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك مرصعون بنجمتين، الأولى كانت سنة 2021 والثانية سنة 2026. السلام.